المدير محتاج إن هو يكون عنده مجموعة من المهارات خاصة بالpeople ومجموعة من المهارات خاصة بالbusiness واللي بنسميها الconceptual skills. ده طبعًا بالإضافة للجانب الفني وخبرته العملية في المجال أو الصناعة اللي هو بيشتغل فيها. ولكن كل ما بيعلى مستوى الإدارة، كل ما بيقل اهتمامنا بالجزء التكنيكال وبيزيد اهتمامنا بالجزء الانتربيرسونال والجزء الكونسبشوال. الجزء الكونسبشوال او مهارات التفكير زي التفكير الابداعي وزي التفكير التحليلي او التفكير النقدي اناليتيكال او كريتيكال ثينكينج، دي مهمه جدا جدا بالنسبه للمانجر علشان يقدر يتكلم بالحقائق والارقام مع الاداره اللي اعلى منه. ما ينفعش ان هو يتكلم معاهم بالتكنيكاليتيز وبالتفاصيل اللي بيتكلم بيها مع فريق العمل بتاعه، او كمان انه يتكلم معاهم بالحاجات البيرسونال اللي ممكن تكون موجوده مع فريق. اتعلم صح، اشتغل صح الصح مع هايرد أكاديمي. رمضان كريم.